ركبت البنت القدام، ركب كيف ما قلت لك هذاك المجرم اللور اللي قلت لك ما نجحش في حياته وما نجحش في مسلف كريديات والبليه اغريسيف. المهم لا اله الا الله محمد رسول الله. ياسين مسكين غادي بيهم، واش وقف في شي فروج، واش وقف في شي ستوب، غادي يشد قنبه من اللور وغيلوالي على عنقه وغيدير ركبته وغيجرو والبنت معاه، غيهزو غيديروا اللور وغيركب في بلاصتو وغيهز الدريه حطو في المالا. لا اللور في الكرسي. اللور في الكرسي وغيدي الدريه ويلوحها في دارو. البنت اش كيقول لك من الحب ما قتل، دونك هي كتشتغل ممرضه شي مصحه من المصحات اللي معروفه، مصاحبه مع هذا المجرم اللي فشل في حياته المهنيه. الناس كلهم عارفين الخدمه ديالو، فشل في حياته المهنيه، هز كريدي ديال واحد المبلغ تقريبا ديال واحد 10 مليون 11 مليون من البنكه، مبلي بالمخدرات، كيخسر تقريبا في اليوم واحد 3000 ولا 4000 درهم على نيفو على البليه ديالو. تقادات ليه ديك 10 المليون، ما بقاش قاد يصد جهه الخدمه ولا مقابل غير المخدرات، وهذيك مقابلها هي وياه. دونك شنو خصو يدير؟ فايت واخد الطوموبيل تباه ودير بها اكسيدون. يعني هذه بعض المعطيات اللي توصلنا بها. ومن الحب ما جاب احكام ديال الاعدام واحكام المؤبد. هاد الممرضه اللي الاسم ديالها فاطمه الزهراء، نديرو حنا ما كنتيش عارفه انتي خارجه انتي وياه بغرض السرقه، من يحطك خصني نمشي نبلغ اكيد. ولكن باش تقولي ما كنتيش عارفه، كنتي عارفه، لان مادام خارجه مع واحد خطيبك ولا صاحبك ولا عشيقك باش تسرقوا، راه متوقع اي حاجه، راه متوقع الضحيه يقاوم تقتلوه ولا يقتلكم. دونك انتي متورطه مع هذا الشخص والحب عماها. وهنا كنستغرب كيفاش كاين بعض الفتيات وبعض الشابات اللي باقا صغيره عشرينيه، كيفاش ممكن انك توقعي في حب ديال مجرم كيتلاعب بعقلهم للاسف، والمآل كيبقاو للسجن مردام مبلي كيضربها كيعنفها، ورغم ذلك لاصقه فيه توصلت للحبس. الشي لو ما حصلوش مثلا وهي ما عمرها كانت غتمكن، كان واحد النهار غيقتلها لان عارفه السر ديالو. بصح اذا حطها في دارهم، مشات ما بلغات، ما مشات لدارهم، كلات شربت نعست، شد الطريق. في ديك الطريق اللي غادي غيعيط لخالو، غيقول لي الو خالو، من بين الاشخاص اللي مشدودين على عدم التبليغ والمشاركه. الو راه عندي كادافر في الطوموبيل. غيقول لي جيبها للدار البيضاء، لوحه في البلاصه الفلانيه، تما راه كاين على الخلا، ما كاين لا كاميرات لا والو، راه عمر شي واحد ما غادي يحل لغز. هذا خالو اللي فتى عليه هذا خالو اللي فتى عليه. بحال هاد خالو كيسحب له حنا عايشين في غابه للاسف، بحال حنا ما عندناش اجهزه امنيه وما عندناش عيون لا تنام. ها انت جيبو ولوحو في ديك البلاصه الفلانيه ولاد عزوز، راه تما ما كاينينش الكاميرات، راه حتى واحد ما غيسيق لك الخبر. وهو جاي في الطريق غادي يوقفوا واحد اوتوستوب، واحد خدام عساس في درب غلف، عنده سوابق عدليه 18 سنه ديال السجن. غيركب معاه في الطوموبيل، هو هاز جثه وغيقول له نيت يلاه وريني الطريق لجهه الحي الحسني ومنعت لي ساسفه وداك الشيء اللي غادي لي نعت لي. غيبقاو غاديين، غيهزو واحد صاحبه عنده لافاج غيركب معاهم. مول لافاج ملي شاف الجثه قال له خويا حطني هنا الله يرحم لك الوالدين، انا ما نكملش معك. نزل مول لافاج حنا في شحال ولينا دابا 4 وحتى هو ما بلغش. مول لافاج
حيت واحد صحيح. خاف منه حطو. نزلتي فين مشيتي؟ شتي جوتا ما بلغتيش ومشيتي لديسكوتيك سهرتي حتى الصباح، عطاك خاطرك؟ انا ما فهمتش انايا هاد الناس كيفاش حنا عايشين وسط من هاد المجرمين، كيفاش هاد الناس عطاهم خاطرهم انهم يشوفوا شاب، لانه واش غادي يوقع عليه ملي غادي يركب اللور؟ هو في ديك اللحظة ميت ولا باقي غير المهم غيب؟ مغيب. غيقيس له رجلو باردين، غيقول له هذا راه ميت. شنو غيسولو؟ غادي يقول له هذا راه غير اوفر دوز، هذا راه غير اوفر دوز. غيقولوا له هذا ميت، حطنا صاحبي هنايا، وانت منين لقيتيه ميت؟ بلغ. لا مشى للديسكوتيك. غادي نمشي هو داك الوحش. داك الوحش اش كيقول لهم؟ تيقول لهم لا حكا ما حكا، انا ما شفتش السيد ميت، شفت على القرعه ديال ليسونس. على انت ما شفتيش السيد ميت وما سمعتيش صاحبو مول لافاج مني قال لي هذا ميت، في حين ان الفاعل الرئيسي قال لهم باللي هذاك الملقب بالوحش نعم هو اللي شعل فيه العافيه وخو عليه ليسونس، اللي عركب اوتوستوب باش عارف الاجرام في الدم. داروا داك الفعل الجرمي ديالهم، هزوا الطوموبيل وغيتلاقاو بهاد خالو اللي فتى عليه سبقهم، وواحد صاحبه كاين تما كيسكن في دوك النواحي. دوك النواحي. وغيجي عندهم هاد مول لافاج ملي غادي يسالي القصاره وغيتعشاو اونصومبل، يعني الفاعل الرئيسي والمول اوتوستوب ومول لافاج وخالو. واش هادشي وكاينه الدريه ساهل عندهم؟ ساهل. وكاينه الدريه هما ولاو 5، هادو عندهم المشاركه والمساهمه وعدم التبليغ. طب الناس كيقولوا كيفاش تسعود قتلوه؟ لا شي حساب هذا، لا هذه هي الحقيقه. ما كاين حساب، ما كاين حقا. لا راه ياسين كان كيعرف البنت، لا راه كان كيعرف الولد، لا راه ما كاينش هادشي. ياسين شاب خرج من دارهم كيقلب على لقمه العيش. نعم. وما رجعش. وتحاموا فيه هاد الناس كاملين ما كيعرفوه ما والو. حتى كيف قلتي ما كاين. حنا ضد الجريمه اكيد كيف ما كان، ولكن عاد تصدمتي دابا كتقولي هذا عركب اوتوستوب، هذا عطالع، هذا عجا ع خالو. واش هادشي ساهل عندهم؟ زعما الدنيا هانيه كاينه جوتا جي نتفاردوا فيها ونغطيو الملامح وصافي. غنمشيو ثلاثه الاخرين اللي تزادوا واللي كيفاش زادوا حتى هما؟ واحد اللي شرا التليفون ديال ياسين، دغيا تبعوا التليفون في ديك باقي ما دايزه حتى التليفون. واحد اللي كان كاري مع هاد المجرم الرئيسي وكان بغى يورطو، قال لهم راه هو كان معايا، ومن بعد ثبت انه ما كانش معاه. من بعد برئوا وثبت فعلا انه ما كانش معاه. وواحد البنت اللي كانت مصاحبه مع صاحب خالو، حيت كانوا قصروا كلهم هذيك الليله. المهم داكشي موسخ وداكشي، يعني تجمعوا كاع هذوك اللي كانوا في ديك القصاره. وحنا كنعرفوا ان هاد الابحاث ديال الضابطه القضائيه ملي كتكون شي جريمه ديال القتل ولا كتكون شي جريمه كيف ما كان نوعها، راه اي واحد تذكر في البحث خص ضروري ضباط الشرطه القضائيه انهم يحضروه ويجيبوه باش انه يكتمل البحث. رجال الدرك الملكي في هذا الوقت الوجيز، يعني راه اقل من 12 ساعه، تمكنوا من حل هذا اللغز وانهم يجيبوا جميع هاد المتورطين ويقدموهم امام منظر السيد الوكيل العام. يعني حنا اليوم كنتكلموا على واحد الجريمه اللي شوفي كيفاش بدات بنيه السرقه بغرض السرقه، وخارج واحد عنده نيه اجراميه، عنده نيه ديال الاجرام، قتل واحد الوليد كانت معاه الشركه ديالو، هبطها. لو هذيك الشركه مشات هذيك الساعه عند رجال الامن اقرب نقطه امنيه وبلغات، كانت غتبرأ. نعم. لان كاين عدم تبليغ، كاين عدم تقديم مساعده لشخص في حاله خطر. والخطير في الامر ان ياسين
كان مسكين مغيب، غيبوبه، دخل في غيبوبه وحرقوه. يعني تحرق هو حي، لو على الاقل قدموا لي غير المساعده. ويعتقوا هما اللي كانوا هما اللي قتلوا، يعتقوا هذيك الروح. نعم. يديو الطوموبيل، خالتهم وقال لك ديو الطوموبيل، يديو كل شيء، خليو لي تمام. ولدي. دونك يعني هو حي مسكين. يعني ديك القجه الاولى كانت غيبوبه وكملوا عليه بالحريق. كيفاش هاد القلوب؟ علاش حصلوا كيفاش لانهم داروا اخطاء، وطبيعه الحال هاد الاخطاء ما يمكنش ما كتقالش هاد الاخطاء، لان ولان الروح جريمه كامله، والروح عزيزه، ولان الروح عزيزه عند الله. وواحد قال له راسو طانطو المكلخ ديال راسو، سير الكلا لحتيه في واحد الخلا، راه ما يشوفك راه ما حتى واحد ما غيديها فيك، وما غاديش يعيقوبك لا امن لا دارك. شنو بدو العائله باش يقول لولد اختو سير بلغ وسير عند البوليس، ولا السيد شوف واش باقي حيصير، انا اللي غنبلغ ولا انت تبلغ ولا دير. كملتي في الجريمه. بحال دابا داك مول لافاج كيسحب راسو صافي، راه خلا راس. وهذا اخطر انك عرفتي كانت كادافغ في طوموبيل مشيتي للديسكوتيك، مشيتي لابواط، قصرتي، كسحب راسو. زعما هادشي راه غادي يعفيه من المسؤوليه. وساليتي لابواط وصلتي عليهم مع 5 ولا 4 الصباح، تعشيتي معاهم. وكأن لا شيء لم يكن. صحابونا حنا في زريبه، وتعشاو وكلاو كلاو وسكرو ونشطو. واش حنا في زريبه؟ راه المغرب هذا، راه المملكه المغربيه، راه ماشي سايبه. راه ما يمكنش دير هاد الجريمه البشعه وتفلت منها. صباح الحد رجال الدرك الملكي بمدينه الدار البيضاء كيجيهم واحد اتصال بانهم لقاو واحد الجثه ديال واحد الشخص اكس من اليوحف ولاد عزوز. نعم. انتقلوا رجال الدرك الملكي على وجه السرعه ومشاو لعين المكان، وفعلا لقاو واحد الجثه النصف ديالها متفحم. كنعتذر مره اخرى العائله ديال ياسين، ولكن هادشي راه خصنا نقولوه. الله يكون مع ميمتو، والله يكون مع مرتو، والله يكون مع باه، والله يكون مع عائلته. لحسن الحظ والروح عزيزه عند الله، ايد بقات سليمه، ما تقاصتش بالعافيه. يعني هاد المجرمين اللي كان الهدف ديالهم من تشويه الجثه انهم ما يتعرفش شكون مولاها، ربي حنتهم بحكم السرعه والخدعه وهادي، وخصهم يتخلصوا. يعني بقى جزء من بقى جزء فعلا. داروا البصمات بتنسيق مع ولايه امن الدار البيضاء، حيت كنعرفوا هاد الريبرتوار ديال البصمات هذا كيكون عند رجال الامن. عطاوهم على الفور بان هاد الولد رسميتو كذا تيسكن في سيد طيبي غاديين يربطوا الاتصال بالدرك الملكي ديال سيد طيبي. واش عندكم شي بحث لفائده العائله ديال واحد الشاب فعلا راه تلقى مقتول وكذا وكذا وكذا؟ رجال الدرك الملكي اتصلوا بالعائله ديال ياسين ديال سيد طيبي، عيطوا ليهم. طبيعة الحال قال لهم بواحد الطريقه اللي هي ديك الساعه ما قالوش لهم الحال. جاو مساكن طريق من سيد طيبي لمدينه الدار البيضاء، طريق اكيد غدا طوال. هادشي غيحس به اللي مجرب خبر ديال الموت ملي كتجيك من شي بلاصه بعيده. جاو فعلا لمدينه الدار البيضاء، مشاو عند رجال الدرك الملكي مشكورين على التعامل الانساني. نعم. واش كانت شي كاميرا تما ولا كيفاش؟ لان واحد ما التصريح، كانش كاميرا. واحد السيد قال كاينه كاميرات مدرسه. شوفي باش نكونوا واضحين، كانت الخبره ديال رجال الامن، كانت ابحاث، وكانت النباهه واليقظه. حيت راه الدرك الملكي هذا راه الدرك الملكي دومونداو اللي غيدوموندي هو الفاعل الرئيسي، وداير كونت ديال لابليكاسيون بسميت بنت. دوموندا داك التطبيق وجا زهرو مسكين طاح في ياسين. داك الوليد الزوين اللي كما قالت لنا خالته كيوزن 50 كيلو بحال شي فريخ، باقي صغيور مسكين. داك الشيء اللي كان، ركبت البنت القدام وركب المجرم اللور.
مورا ياسين. وراه ياسين كان هذاك المجرم هو والخليله ديالو ولا العشيقه ديالو ولا خطيبته كان ناوي ياخذها. اللي حاليا هي في حاله اعتقال. لان راه حضرات الجريمه كلها. شنو غنديروا معاه شنو غنديروا؟ غنشوفوا شي اندرايف وغادي نركبوا معاه وغنسرقوا ليه الطوموبيله ديالو. يعني كان القصد الجنائي من البدايه. القصد الجنائي منذ البدايه. كاين القصد الجنائي لان كان موجد معاه باش غادي يصفيها مسكين الياسين. دونك ركبوا معاه. غنمشيو للقضيه ديال العائله ديالو باش ما نحرقوش المراحل. نعم. مني خرج ياسين مع الثلاثه وصل الليل ما جاش. الام ديالو مسكينه على غير العاده والزوجه ديالو على غير العاده. ياسين ما موالفش كيغيب بهذا الوقت كله. هو مشى غير هنا ودوا معاهم يعني هو غنوصل حدوا المحطه غير غادي رجع يرجع. بحال قلتي كورسه صاحبو كورسه اخرى وصافي. وصلت 2 الليل ما بانش التليفون طفى. غادي يمشيو ويهزوا ويمشيو عند الدرك الملكي في سي الطيبي اللي تعاملوا مع هذيك العائله وعطاهم الخبر بانهم لقاو ولدهم مقتول. ما قالوش لهم حتى محروق ما قدوش. هذاك الصباح غادي يشعل التليفون ديال ياسين وغيتواصل مع العائله قبل ما يعرفوا الخبر ديال الوفاه مع الاخت اعتقد. مع الاخت اللي كيهضر مرتبك. حكا راني لقيت التليفون في كيليز في مراكش. راه شي 4 كانوا جالسين الناس حسوا بشي حاجه ما هياش. وداك الشيء كان من اجل التمويه. التليفون ما مشاش لمراكش. فعلا جاو العائله وكنا تلاقينا بهم النهار اللي جاو لعند الدرك الملكي يوم الاثنين. هنا بدات بطبيعه الحال الابحاث والتحريات اللي داروا رجال الدرك الملكي تحت اشراف النيابه العامه المختصه. وهنا غنقاطعك واخا سمحي لي. الزوجه ملي مشات لمستودع الاموات وشافت راجلها في هذيك الحاله كنتي مع فاطمه الزهراء وهي كتقول كون غير خليتوه صاين. حضرتي معاهم؟ ما قداتش تشوف شي الزوجه ولا بعد الام انايا كنت قلت ليها شوفي اختي ليلى انا ننصحك خلي ديك الصوره الزوينه اللي شفتي فيها ياسين بقاي محتفظه بها بلا ما تدخلي تشوفي. قلت لي صافي فاطمه الزهراء ما ندخلش. وقلت حتى للزوجه قالت لي غنخلي ولدي خرج احسن مني من شفتو عريس. ولدي ريحته زينه وولدي زين وولدي بغيت نخلي ديك الصوره ديال ولدي في المخيله ديالي اللي شفتها. وزعما وهذه نصيحه كنصح اي واحد ولدو ولا شي واحد من الاقارب ديالو دير شي حادث سير اولا تمثل بالجثه ديالو اولا الجثه تشوهات من الاحسن. حيت كنشوفوا في لا مورغ العائلات ندخل نشوفوا القريب البعيد الجيران. علاش هذاك المشهد غيبقى لك حياتك كلها ما غيمشيش لك من الصوره ديالك. عكس الا خليتي ديك الصوره الزوينه اللي شفتي بها تبقى عندك في المخيله ديالك. تما فاش نهاروا العائله نهارت مني عرفت الخبر راه ما تيقوش. شافت الجثه ما تيقوش ما صدقوش. ولدك خارج يخدم الزوج ديالك خارج يخدم خارج يقلب لكم على طرف الخبز. راه القطبان ديالو اللي شاويه ليه مو بقاو كيتسناوه في الفران باش يجي ياسين وياكلهم. تما بدات رحله ديال البحث على المجرمين. العمر ديالو 25 سنه. هو الكبير في خوتو الدراري. الام ديالو والاب عندهم 4 2 البنيات و2 الوليدات. كاين البنيه الكبيره وهو الوسطاني وكاين خوه الصغير اللي شافوا المغاربه كاملين كيفاش تاثر على الاخ ديالو. ياسين واحد الشاب طموح. ياسين ماشي بارد الكتاف. ياسين بشهاده الجميع وليد زوين في الشكل ديالو في اخلاقه. ميمتهم وباهم رباوهم على التربيه الحسنه كما كنربيو كلنا وليداتنا. تزوج وهو باقي صغير بديك البنيه كوثر. ولدو بنيته عندها عام وشهرين. تسنيم. كوثر عندها 24 سنه وعنده 25 سنه. بقاتلين مع الوقت كانوا ساكنين مع دارهم. واحد الوقت عزل على دارهم بحال اي شاب مغربي بحال اي شابه مغربيه بغاو يستقلوا بغاو تهم يحسوا بريوسهم انهم عندهم عائله وعندهم مملكه ديالهم الخاصه. هذاك النهار غيخرج فيه ياسين بحثا على لقمه العيش. بحالنا كاملين ملي كنخرجوا من ديورنا الانسان يطلب السلامه. حيت حنا راه كلنا ملي كنخرجوا ما كنعرفوا راسنا واش غنرجعوا اكيد ولا ما غنرجعوش. والله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير. خرج في رحله عاديه بحال اي واحد خارج يقلب على طرف الخبز بحكم انه كيخدم 2 الخدامي خدام فهري وفي العشيه
كيخدم في اندرايف، مقاتل مع الوقت. مقاتل مع الوقت. دونك خرج، كان العيد، كان يوم السبت، نعم. 4 ايام في العيد، كنا عيدنا الاربعاء، الخميس، الجمعه، نهار السبت. خرج مسكين مع 3 د العشيه، قال لمو كانت كتصلي، الله. مو كانت كتصلي، تسناها حتى سالات الصلاه، خرجت عنده، راه سمعتوا الحوار اللي قلنا معاها. فين غادي وليدي؟ انا غادي نوصل واحد صاحبي المحطه. فعلا وصل صاحبه المحطه. شنو قال غادي نشوف شي رحله اللي ترجعني لسي الطيبي، يعني الا طلبني في لابليكاسيون شي واحد راجع لدوك النواحي غادي نقبل. وداك الشيء اللي كان، جا واحد لا دوموند في لابليكاسيون، تنعرفوا الناس اللي كنستعملوا التطبيق ديال اندرايف، اكسبتاه، وما كانش عارف ان كانت غادي تكون هذيك هي النهايه ديالو. اخر هذيك لا دوموند، داك الطلب ديال الرحله هو اللي نهى ليه حياته، هو اللي غيغير الحياه ديال العائله ديالو. الاسره كامله فعلا. يعني حنا اليوم جينا نوضحوا بالنسبه للناس اللي كيقولوا حسابات وما نعرف شنو وبيناتهم. بالله عليكم الا كان اللي كيتكلموا حماق راه اللي كيتصنتوا بعقلهم. حنا كنعرفوا لابليكاسيون ملي كدوموندي ما كتعرفيش شكون اللي غيجي عندك، ما كتعرفيش حدك كتصيفط لوكاليزاسيون فين غادا وفين كاينه. انت ملي كدوموندي ولا انت ملي كدوموندي اندرايف راه ما كتعرفش شكون هو السائق اللي غيأكسبتك. دونك كيفاش هاد الناس غيكونوا كيعرفوا هما دومونداو؟ راه ماشي عيطوا لي في التليفون وقالوا لي اجي واستدرجوه، لا،